مروان الوادي وانطلاقه سريعه. يوسف الفحلي حط كوره فحلي والهدف الاول. العساكر بهدف عبد الفتاح ذراف. العساكر بهدف عبد الفتاح ذراف في هجوم سريع قاده من اليمين يوسف الفحلي، وكان يسبق في المحور عبد الفتاح ذراف بتسديده خالد الشناوي يمضي الهدف الاول. واضح انه سانتوس منذ البدايه لم يتحول للقاهره من اجل الدفاع. شاهدناه يلعب عالي، يمشي المناطق بيراميدز، والعشر دقائق الاولى يتمكن والتقناوتي وانس باش سلاح الهجومات الخاطفه للعساكر. يمشي يوسف الفحلي لانس باش، التوسيع باش وتدخل ما زالت تسديده قويه والامتياز للشناوي. سدد زين الدين دراج، قويه كوره زين الدين دراج، والامتياز كان لأحمد الشناوي. يضرب بالمرتدات الجيش الملكي في بحث عن المباغتة وتأمين النتيجة بثاني الأهداف. تصدي رضا سليم، طويلة كرة فالوميندي والهدف الثاني. الهدف الثاني ربيع حريمات يمضي الهدف الثاني للعساكر. الزعيم يتقدم بهدفين مقابل 0 هنا في القاهرة أمام حامل اللقب بيراميدز. 2-0. تصعب المباراة على بيراميدز بعد هذا الهدف الثاني. مرة أخرى في أول 10 دقائق يتمكن الجيش من التهديف بعد هدف رضا سليم في الدقيقة 9 من الشوط الأول. يتمكن ربيع حريمات من إضافة الهدف الثاني في زاوية صعبة رغم محاولة الشناوي. ربيع حريمات يدعم الأسبقية ويضيف استعدادا. زين الدين دراج، بطاقة لزين الدين دراج، وكانت بطاقة وهدف تثليل الفارق لبيراميدز. قلت قادر انه يرجع في اي لحظة له كل الامكانيات بيراميدز انه يعود في المباراة. هدف تثليل الفارق بكرة مباغتة، ينجح بيراميدز في تثليل الفارق. 2-1 دائرة الأسبقية للجيش الملكي. هنا انذار، بطاقة وانذار للوادني. يبدو لي مروان الوادني هذه عادة مايلي فيستون مايلي في كرة نفذها شيبي بين الوادي وفالوميندي. نجح فيستون مايلي في استلام هذه الكرة ومغالطة الحارس أحمد التقناوتي. 2-1 للجيش الملكي. كيد سنعيش على التركيز 62 دقيقة. إذن مايلي مرفوعة كرة ومرتدة على العارضة، وكاد يباغت المدافع هو من سدد. المدافع في محاولة إبعاد كرة هو من سدد حامد حمدان ومروان الوادي. رضا سليم، ترجع كرة من محمد أحمد التقناوتي في دفاع البيراميدز. نجح مايلي في تذليل الفارق. تمشي كرة مصطفى فتحي، مهند لاشين، التوسيع مايلي التقناوتي. مايلي بضربة راسية
في دين الحارس أحمد التجنوتي. مرة أخرى